خليني أسألك سؤال ويا ريت تكون صريح مع نفسك في الإجابة. عمرك سألت ليه نفس الناس دايما معاها فلوس؟ وليه نفس الناس على الناحية التانية دايما بتشتكي؟ مش عشان خاطر هم أذكى ولا عشان خاطر مرتباتهم أعلى ودخلهم أعلى، ولكن عشان خاطر طريقة تعاملهم مع الفلوس مختلفة. أنا مش جاي أكلمك في أرقام ولا توفير ولا تطبيق تنزله على الموبايل عشان خاطر يحسب لك مصاريفك ويتحكم في مصاريفك أو أنت تتحكم في مصاريفك، ولكن جاي أكلمك على الحاجة اللي قبل كل ده. جاي أكلمك عن الوعي المالي. معظم الناس فاكرة أو معتقدة إن المشكلة مشكلة أرقام ومشكلة الدخل. بمجرد ما المشكلة دي تتحل حياتها هتبقى أسهل، أو المشاكل اللي عندها هتتحل. بمجرد ما الدخل يزيد فالمشاكل هتتحل. ولكن الحقيقة اللي محدش عايز يشوفها أو الحقيقة اللي بنهرب منها هي نفس الشخص لو مرتبه زاد مصاريفه بتزيد وبيرجع يشتكي وبيرجع لنفس الدايرة. ليه؟ لأنه ما غيرش السلوك. الأرقام اتغيرت لكن السلوك هو هو. الفلوس مش بتتسرب فجأة، الفلوس بتتبع نفس المسار. نفس المسار بتاع العادات، نفس المسار بتاع المخاوف، نفس المسار بتاع القرارات. الوعي المالي مش انك تنزل تطبيق على الموبايل تكتب مصاريفك وتكتب دخلك ويقول لك انت صرفت كام وصرفتهم في ايه وصرفتهم على ايه. ولكن الوعي المالي هي خيط رفيع ما بين اللي بيعملوا التطبيق او الكراسة او النوتة اللي انت بتكتب فيها وما بين فعلا الادراك اللي جواك. انت بتصرف ليه؟ بتصرف امتى؟ الصرف ده جاي او نابع من ايه؟ من مخاوف؟ خايف من حاجه؟ قلقان؟ جاي من مقارنه؟ جاي عن طريق ملل؟ انت ملان من حاجه معينه فبالتالي بتروح تصرف؟ ولا جاي عن طريق احتياج؟ ولا جاي عن طريق قرار واعي سليم في محله وهتحط المصروف ده في محله وهيعود عليك بالنفع ايا كان النفع ده شكله عامل ازاي؟ انا هنا مش جاي اقول لك ان القرار العاطفي غلط او القرار العقلاني هو اللي صح، انا مش جاي احدد ده، ولكن انا جاي الادراك الوعي هو اللي انا بتكلم فيه. انت لما تعرف بتصرف ليه وبتصرف امتى وتبدا تسال نفسك السؤال ده تلاقي الارقام بعد كده بتطيع. انت لو مش مدرك للرقم مش هتعرف الرقم بيقول لك ايه، مش هتعرف ما وراء الرقم. وده اللي بيفرق في شغلي مثلا ما بين المحاسب والمحلل المالي. المحاسب لو اتعامل مع الرقم كرقم هو هيبقى بالنسبه لنا محاسب مبتدئ. انا حسبت المبيعات، المبيعات طلعت بالرقم ده بس مش عارف ليه. انا مش عارف ليه المبيعات زادت، ولكن الرقم له حكايه له قصه. هي دي نقطه الادراك اللي انا بقول لك عليها، هي دي نقطه الوعي اللي انا بقول لك عليه. تعال بقى طبق نفس الحكايه دي على الحياه الشخصيه. هتلاقي ان الوعي المالي هو الخيط الرفيع ما بين الفعل ذات نفسه اللي انت بتصرف، هو ده الفعل، وما بين الحاجه اللي جواك. ايه اللي يخليك تاخد الفعل ده؟ خليني اقول لك على جمله ممكن تزعلك شويه. الفلوس زي المرايه، بتعكس شخصيتك. انت راجل دايما قلقان فلوسك قلقانه، انت راجل عندك مخاوف فلوسك خايفه، انت راجل مندفع فلوسك مندفعه، انت راجل بتهرب من المواجهه رصيد حسابك بيهرب منك. اي حد بيحاول يصلح الفلوس بدون ما يصلح السلوك بيفضل في نفس الدايره. خليك معايا في مثال بسيط. عندنا شخصين، واحد مرتبه 8000 جنيه والتاني مرتبه 15000 جنيه. المنطقي ان التاني احسن. 15000 جنيه ده تقريبا الضعف للمرتب بتاع الاولاني فحياته اسهل. ولكن الحقيقه والواقع ان الاولاني اللي مرتبه 8000 جنيه بيقضي لحد اخر الشهر وهو معاه شويه فلوس، واللي مرتبه 15000 اخر الشهر متكسر، ومن يوم 20 يوم 25 بيدور على حد يستلف منه ومش عارف هيقضي الاسبوع الاخير من الشهر ازاي. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق مش الدخل، الفرق مش الرقم، الفرق هو الوعي. الاول عارف هو امتى يمسك، والتاني بيصرف عشان يحس ان هو تمام. مش بتحصل؟ مش بتشوفها حواليك؟ ليه احنا مش بنفكر في الاسئله دي؟ ليه احنا مش بنفكر نلاقي جواب فعلا نقتنع بيه للاسئله دي؟ من واقع خبرتي كمحاسب اني اكتشفت اخطر 3 سلوكيات ممكن اي حد يتبعهم في التعامل مع الفلوس. الصرف العاطفي،
إن السلوك العاطفي هو أنا باصرف عشان خاطر أحس إن أنا أحسن، عشان خاطر في حاجة نفسية جوايا لازم إن أنا أتغلب عليها أو إن أنا أعالجها، فبالتالي باصرف. ده خطر جدًا، جدًا، جدًا. طيب النوع التاني من السلوك المالي هو الصرف الاجتماعي. الصرف الاجتماعي أنا باصرف عشان خاطر أبان بشكل اجتماعي كويس. دايمًا ده جاي من المقارنة، إن أنا باقارن نفسي بغيري وباقارن غيري بيّا، وباشوف الحالة المالية وباحاول إن أنا أعمل زيه أو باحاول إن أنا أقلده بدون ما أعرف أو يبقى عندي إدراك كافي لفعلًا الواقع بتاعي ماليًا يسمح أو لا يسمح. وده من أخطر السلوكيات اللي ممكن أي حد يتبعها. والسلوك التالت هو التأجيل، إن دايمًا خلاص الشهر الجاي هاتحسّن، الشهر الجاي هاحاول، الشهر الجاي هابدأ، أصل النهارده 15 في الشهر خلاص مش فارقة بقى، كلّها أسبوعين والشهر يبتدي وهاحاول أسأل نفسي بقى أنا الأسئلة دي وأحاول أجاوب على الأسئلة دي وأحاول أحسّن من الوضع المالي بتاعي. ال3 دول ال3 سلوكيات دول بيكسّروا أي دخل، بيدمّروا أي دخل، احذر منّهم. السلوك العاطفي أو الصرف العاطفي والصرف الاجتماعي والتأجيل. لأن التحول المالي بيبدأ بسؤال بسيط جدًا، جدًا. أنا باصرف ليه؟ مش كام، ليه؟ أنا باصرف ليه؟ بمجرد ما تسأل نفسك السؤال ده، وبمجرد ما تحاول تلاقي الإجابة للسؤال ده، ساعتها أنت مش محتاج بقى تعذّب نفسك، ومش محتاج تجهد نفسك. أنت خلاص عندك وعي بالاختيار. أنت هتعرف ساعتها أو هتدرك ساعتها أو هتتوصل للإدراك اللي يوصّلك إنك تختار صح، إنك تقرر صح. الوعي بيخلّيك تختار بهدوء. اهدى كده وشوف أنت بتصرف ليه، وخلّيك صريح مع نفسك. عشان كده أنا عملت السلسلة بتاعة الوعي المالي، مش عشان خاطر أقول لك استثمر في كذا أو خاطر إزاي توفّر ولا عشان خاطر إزاي تعمل ميزانية. طبعًا الكلام ده كلّه مهم والكلام ده كلّه يمكن في فيديوهات جاية، ولكن السلسلة بتاعة الوعي المالي هتبقى مركّزة أكتر على الطبقات أو السلوكيات اللي إحنا بنتّبعها في العادات المالية بتاعتنا أو في عادات الصرف أو في عادات الادخار أو في عادات التعامل مع الفلوس بشكل عام. كل فيديو هيكشف طبقة معينة من السلوكيات دي. كل فيديو هنحاول نغيّر مفهوم خاطئ إحنا يعني اعتقدنا فيه أو توارثناه، ولكن إحنا دلوقتي في وضع لا يسمح بالاستمرار في الفوضى المالية. الهدف مش إنك تبقى غني بسرعة، ولكن الهدف إنك تبقى واعي بشكل كبير، عندك إدراك، عندك وعي مالي كافي، تقدر تتعامل مع الفلوس بشكل صحّي وبشكل سليم وبشكل ما يشكّلش أي خطورة على وضعك المالي. أنا محمد أمين، باشتغل محاسب وباشتغل مع الأرقام. الناس اللي اشتغلت معاهم مش المعادلات ولا المعادلات الحسابية هي اللي فرقت معاهم، ولكن الفهم هو اللي فرق معاهم. لإن إحنا لمّا بنفهم بنستوعب وبندرك وبنتصرّف تصرُّف صح وبناخد قرار صح. لمّا الفهم بيزيد، الفلوس بتيجي في وقتها. هتبقى بالتالي خلاص تحصيل حاصل، هتبقى نتيجة، لإن أنت حطّيت جوانب المعادلة السليمة، فبالتالي النتيجة هتكون سليمة. لو حاسس إنك في نفس الدايرة كل شهر، كل 3 شهور، كل فترة كده لمّا تقعد مع نفسك حاسس إنك في نفس الدايرة بتاعة المشاكل المالية، بغض النظر إن دخلك ثابت أو دخلك اتحرّك شوية زيادة أو قَل شوية، ولكن دايمًا أنت حاسس إن في حاجة أكبر من الرقم، في حاجة ورا الرقم ده. الحكاية مش حكاية رقم بيزيد أو رقم بيقل أو رقم حتى ثابت، ولكن نفس الدايرة. أنت عارف أنا باتكلم عن إيه بالضبط. وهي دي فعلًا ال ال أو هو ده الهدف من السلسلة اللي أنا باعملها. كمّل معايا السلسلة خطوة، خطوة، وإن شاء الله هنكوّن وعي مالي سليم نقدر نعتمد عليه في قراراتنا. أنا باشكرك إنك وصلت لنهاية الفيديو. تابع معايا السلسلة وإن شاء الله هنوصل للوعي المالي السليم.